ينضم إلينا الزميل محمد الخولي من بورسعيد. أهلا بك محمد. مرحبا محمد. الأحوال اليوم في بورسعيد، يعني في تظاهرات مختلفة. كان في محاولة لبعض أهالي الشهداء والمشاركين في العصيان المدني بعمل توكيلات بالشهر العقاري من الأهالي إلى الجيش لإدارة شؤون البلاد. يعني ما هي تفاصيل هذا الموضوع وباقي التظاهرات في بورسعيد؟ نعم، يعني أنا كنت متواجد منذ الساعات الأولى من الصباح أمام مكتب الشهر العقاري، والذي تواجد أمامه عدد من ألتراس جرين إيجلز وأيضا من أهالي الشهداء. وكان هناك صيغة لهذه التوكيلات بتوكيل القوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، وكان هناك بعض الحماية من القوات المسلحة على أبواب الشهر العقاري. واستمر تقريبا لمدة ساعة، وخرج مسؤول الشهر العقاري على هؤلاء وقال أنه اتصل بالمسؤولين وتأكد أن هذا الأمر غير قانوني، ثم بعد ذلك قام بإغلاق المكتب وصرف العاملين منه، وتواجد الحراسة التابعة للقوات المسلحة ما زالت موجودة على أبواب الشهر العقاري كما هو. ثم بعد ذلك انصرف هؤلاء من أمام الشهر العقاري. أيضا كان هناك حالة غضب من عملية قبول هذه التوكيلات والفكرة نفسها، لكن يعني تحول هؤلاء إلى مسيرة وصلت إلى ميدان الشهداء، ومسيرة تخرج الآن متوجهة إلى مستشفى بورسعيد العام. كان منذ الساعات الأولى أيضا لهذا الصباح كان هناك تحدث داخل الاعتصام بأن أحد المعتصمين تم التعدي عليه من قبل قوات الشرطة وتحول إلى مستشفى بورسعيد العام. وبالفعل ذهبت إلى مستشفى بورسعيد العام وتحدثت مع هذا الشاب. هو كان معتصم تقريبا منذ فتح الاعتصام أمام ديوان عام المحافظة، وكان ذاهب اليوم في الساعات الأولى للصباح لشراء بعض الأشياء، ثم اعتدى عليه بعض ضباط الشرطة وبعض أمناء الشرطة في سيارة تابعة لوزارة الداخلية. هناك بعض الإصابات والكدمات في وجهه وأيضا في الظهر، وهو أيضا محجوز الآن في مستشفى بورسعيد العام. هناك مسيرة خرجت الآن من أمام ديوان عام المحافظة متوجهة إلى مستشفى بورسعيد العام، بعد أن قاموا بوقفة صغيرة أمام مديرية أمن بورسعيد منددين بما حدث لهذا الشاب. هناك أيضا من المفترض خروج مسيرة نسائية. نعم، يعني النساء يعني متواجدين في شوارع بورسعيد، ومسيرات السيدات لا تنقطع في شوارع بورسعيد. هم يتولون عملية المظاهرات منذ الساعات الأولى من الصباح في كل مكان. يعني بتجوب هذه المظاهرات أمام الهيئات الحكومية وفي شوارع بورسعيد، منددين بما يحدث داخل مدينة بورسعيد وعملية التجاهل، وأيضا مطالبين بالقصاص للشهداء والاعتراف بهم كشهداء الثورة. أيضا كان هناك بالأمس مؤتمر لنقابة المحامين. هذا المؤتمر كان منعقد أيضا الاعتراض على غلق محكمة بورسعيد لليوم الرابع على التوالي بقرار من رئيس المحكمة. كان هناك اعتراض من نقابة المحامين على غلق المحكمة، وهددوا بعدم دفع الضرائب للدولة إن لم يتم التراجع عن هذا القرار. كان هناك أيضا مسيرة لهم أمام المحكمة مكونة من 100 شخص تقريبا لتوصيل أيضا هذه الرسالة، لكن إلى الآن ما زالت محكمة أو مجمع محاكم بورسعيد مغلق بقرار من رئيس المحكمة. أشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد الخولي، موفد أون تي في لايف إلى بورسعيد.